قبل الجوازه الثانيه في حاجات، 3 حاجات بتحصل، 3 حاجات بتحصل قبل الجوازه الثانيه. ركزي عشان ما تقوليش ان ما حدش قال لك. اول حاجه، في خناقات كتير جدا، اعملي وما تعمليش، اسكتي وما تسكتيش، كلمي وما تكلميش، قومي البسي، قومي خروجي، قومي حطي حاجه في وشك، مش عارف ايه، انت ليه ما بتعمليش كذا، مش خناقات 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 خناقات، فيها طلبات ياما وطلبات بزن. المرحله دي عدت، بندخل في المرحله اللي وراها بقى. الطلبات قليله، صمت كتير. طلبات قليله، صمت كتير. وغالبا بقى الطلبات دي بتكون اعملي اكل كويس، جبتي العيال من التمارين، طب عايزين حاجه وانا جاي، مش عايزين، طب تروحي لمامتك، طب نخرج، مش عارفه نروح فين. المرحله الثالثه بقى اختفاء. هو بيبتدي بقى يقضي وقته كله بره البيت، بيبتدي ما يجيش البيت خالص، يبتدي لو موجود في البيت صمت عظيم رهيب فظيع. فهم ال3 حاجات دول اللي بيحصلوا قبل الجوازه الثانيه. فلو انت عندك حاجه من العلامات دي خدي بالك، ولو انت في المرحله الاولانيه بتاعت الزن احمدي ربنا وشوفي الراجل ده عايز ايه واعمله له.